الجوله الماضيه امام اتحاد يعقوب منصور بهدفين مقابل هدف واحد. هذه محاوله انطلاقه ديال عبد الله الزياني، خروج انس زنيتي في ابعاد الكرات وفي ابعاد الخطوره. كره طويله، انطلاقه ديال يوسف ماري وزكريا ابراهيم. ماري يونس الكعبي كيستغل الخروج كان خاطئ ديال بابكر، يضع الكره في الشباك. فرحه كبيره لجماهير فريق نهضة بركان وللاعبين وللطاقم التقني. يونس الكعبي كيتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق نهضة بركان. كانت تمريره داخل مستطيل العمليات، خروج الحارس بابكر. يونس الكعبي نقول بانه سجل هدف بذكاء كبير. نتابع من جديد انطلاقه ديال يوسف ماري. لاحظوا كان تنافس بين يوسف ماري وزكريا ابراهيم. يوسف ماري تمكن من التمرير والمتابعه الجيده ديال يونس الكعبي الذي يضع الكره في الشباك بهذه الطريقه. نتابع خروج بابكر نياس، لم يكن خروجا موفقا هذا المره للحارس الموريتاني الذي قام. كره طويله اتجاه لاعب ايوب خيري، خروج الحارس بابكر نياس. تدخل كان جيد، خروج في توقيت والمكان. ايوب خيري تدخل الدفاع، ترجع الكره الانذار لمجتنم تقريبا بسبب احتجاجه على الحكم روي ميغيل غارسيا دي البيدا. سيبحث عن امكانيه العوده في النتيجه في الوقت اللي عماد الرياحي يقود عن محاوله في فريق نهضة بركان. تدخل الحارس ايوب خيري وتدخل الحارس بابكر نياس في المكان المناسب. كانت محاوله لفائده فريق نهضة بركان. تابعنا التمريره ممتازه داخل مستطيل العمليات، تسديده من ايوب خيري امامنا وتدخل الحارس بابكر. تمريره لعب معاذ مجتنم. هذه محاوله خروج الحارس انس زنيتي والحكم المساعد رافع رايه. كان هناك وضعيه تسلل على اللاعب عبد الله الزياني اللي حاول ينسل من وراء المدافعين، لكن كان في وضعيه تسلل. نتابع من جديد حتى التسلل كنقول بانه بسنتيمترات. هذه محاوله ديال ايوب خيري. بابكر والوصول لمرمى الحارس انس زنيتي في الوقت لفريق نهضة بركان. دائما محاولة تكتسي الخطورة. ايوب خيري وعماد الرياحي تدخل الدفاع. كان تحرك كذلك ديال ايوب خيري. منتخب الوطن المغربي رفقة اطار الوطني طارق سكسيوي. هذه محاولة في اتجاه لاعب يونس الكعبي، دائما الخطورة، تدخل وابعاد الكرة من طرف محمد بن طرشة في الوقت الحكم كيعلن على خطأ لفائدة المدافع حمزة المالكي لاعب سابق اللي في معاذ مجتنم، وكذلك خروج ابراهيم الادريسي البوزيدي. هذه محاولة بداية فريق الدفاع الحسني الجديدي، لكن التغطية الدفاعية حمزة. تدخل امام لاعب الموريتاني حسن عيد في الوقت لمرتد سريع، خروج بابكر ممتاز. كرة من جديد تعود للمساوي. اش غادي يعمل المساوي؟ لكن كرة بعيدة. تسديدة العميد حمزة المساوي، كرة مشات بعيد. يوسف ماري خد فرصة محاولة. الحكم كيعلن خطأ لفائدة فريق نهضة بركان. بطاقة والانذار لاعب حسن عيد. يكون عنده دور مهم الى جانب ريان عبيد. هذه محاولة مرات جانبا. بدات الكرة الثابتة والخطأ، تعبت الكرة جانبا. نتابع من جديد منير الشويعر. هذه محاولة لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي. إمكانية تسديد، دائما محاولة، لكن فريق المغرب التطواني. تمريرة على مستوى الجنوبنا. هذه محاولة لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي، البحث عن الضربات الرأسية. محاولة والهدف. هدف لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي بواسطة اللاعب روميالدا داكوسا. يستغل الرأسية، يضع الكرة في شباك الحارس انس زنيتي.
هدف لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي، هدف التعادل. فرحة كبيرة، جماهير الدفاع الحسني الجديد الحاضرة في هذه المباراة. سنتابع من جديد هذه الفرصة. تلعبت الكرة، كرة كانت طويلة داخل مستطيل العمليات الرأسية ديال عبد الرزاق ناقوس، ثم المتابعة للاعب روميال داكوستا يضع الكرة في الشباك، وهدف التعادل لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي. لاحظوا الارتقاء ديال عبد الرزاق ناقوس، ثم تواجد العظيم. غادي يحاولوا يتابعوا الوضعيه ديال روميال داكوستا، هل كان في وضعيه سليمه، هل في وضعيه تسلل، كذلك ارتقاء ديال عبد الرزاق ناقوس، وكل هذه امور الان اللي كيعينها وكيتابعوها حكمي الفار. اذا هدف صحيح، اذا هدف صحيح لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي، هدف اللاعب روميال داكوستا يعيد فريق الدفاع الحسني الجديدي لاجواء هذه المباراه. هدف لمثلي بين الفريقين، هدف اللي تسجل فيه ريان محاوله لفائده فريق نهضة بركان، منير شويعر يضع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده فريق نهضة بركان، بيت طريقه منير شويعر المراوغه، يسدد والكره تعانق شباك الحارس بابكر نياس الذي لم يتمكن من ابعاد الكره وابعاد الخطوره. نهضة بركان ما انتظرش كثير كيتمكن من تسجيل الهدف بواسطه اللاعب المتالق منير شويعر. لاحظوا الطريقه باش خدع الكره، يسدد والكره تعانق الشباك. منير شويعر لاعب متألق في صفوف فريق نهضة بركان، لاحظوا الطريقة باش خدا الكرة، يسدد والكرة في الشباك. هدف ثاني لفائدة فريق نهضة بركان.